أنا اسمي آدم وعمري 17 سنة. أنا مش مختلف عن أي ولد في سني، بس في حاجة واحدة بتميزني، إني كنت دايما بحب استكشف الأماكن اللي محدش بيجرؤ يقرب منها. يمكن دي كانت غلطة عمري، يمكن دي كانت السبب في إني دلوقتي قاعد في الضلمة، محبوس وسط الأشجار، سامع الأصوات الغريبة حواليا ومستني دوري في إني أبقى واحد من اللي دخلوا الغابة دي وما خرجوش. كل اللي حصل بدأ من شهر، لما أنا وصحابي قررنا نروح رحلة استكشافية في الغابة اللي على أطراف البلد. الغابة دي مشهورة بأسطورة غريبة اسمها الغابة اللي ما بيخرجش منها حد. مفيش حد في القرية كان بيقرب منها، حتى كبار السن كانوا بيحذرونا منها. كان دايما بيتقال إن أي حد يدخلها بيختفي للأبد، كأن الأرض بتبلعه. بس طبعا إحنا كنا شباب وما كناش بنصدق أي خرافات. أنا وعلي وحسن ومروان قررنا نروح هناك نحاول نستكشف بنفسنا. كان يوم جمعة بالليل والجو كان هادي، بس الهوا كان فيه ريحة غريبة، ريحة تراب قديم، كأن الأرض نفسها عايزة تحذرنا. لما قربنا من مدخل الغابة لقينا علامة حجرية كبيرة مكتوب عليها بخط باهت: محدش يدخل، محدش يرجع. ضحكنا وافتكرنا إن ده مجرد كلام عشان يخوفوا العيال الصغيرة. علي اللي كان أجرأ واحد فينا قال: يا جدعان، دي أكيد حاجات فاضية، إحنا هناخد لفتين وهنرجع، مفيش حاجة تخوف. دخلنا الغابة وما كناش نعرف إن ده آخر يوم هنكون فيه زي ما إحنا. دخلنا الغابة وإحنا بنضحك ونهزر، كأننا بنتحدى نفسنا قبل ما نتحدى أي حاجة تانية. الخطوات الأولى كانت سهلة، الأشجار كانت عالية والفروع كانت متشابكة فوق راسنا، مغطية السماء. كأننا دخلنا عالم تاني، عالم مظلم حتى لو كان لسه في بقايا ضوء من القمر. كل ما كنا بنتوغل جوه المكان كان بيبقى أغرب. الجو بارد بشكل مش طبيعي والهوا ساكن كأنه ميت. حسن قال وهو بيبص حوالينا: حاسس إن الجو هنا مكتوم، كأن المكان ده ميت بقاله سنين. مروان ضحك وقال: ميت إيه بس يا عم، إحنا في غابة مش مقبرة. بس حسن كان عنده حق، كان في حاجة غلط. حتى صوت الحشرات اللي عادة بتكون شغالة طول الليل ما كانش موجود. الغابة كانت ساكتة بطريقة غير طبيعية، لدرجة إن كنا سامعين صوت نفسنا بوضوح. مشينا لحد ما وصلنا لبقعة واسعة شوية فيها شجرة ضخمة نصها ميت ونصها التاني أخضر كأنه عايش. الحاجة الغريبة إن الشجرة كان عليها علامات محفورة، كأن حد كتب عليها زمان. قربت منها ولمست العلامات دي، كانت عبارة عن رموز مش مفهومة، بس كان واضح إنها محفورة من سنين طويلة. علي قال: متهيألي دي مجرد شجرة قديمة، تعالوا نكمل، لسه مفيش حاجة تخوف. حاولنا نكمل، لكن وأنا باخد خطوة لقدام سمعت صوت، مش مجرد صوت، ده كان حاجة أشبه بهمس بس واضح، كأنه حد بيهمس جوه ودني مباشرة. وقفت مكاني وقلبي بدأ يدق بسرعة. حسن لاحظني وسألني: إيه يا آدم، مالك؟ بلعت ريقي وقلت بصوت واطي: سمعت حاجة؟ علي ابتسم بسخرية وقال: وسمعته بيقول لك إيه؟ ارجع يا آدم ولا روح يا آدم؟ كنت هضحك، لكن الصوت اتكرر، المرة دي أقرب وأوضح: ارجعوا، مش هتقدروا تخرجوا. الهمس كان واضح وصوتي اتخنق في حلقي. عيني لفت بسرعة على وشوش أصحابي، بس الواضح إن محدش غيري سمعه. قلبي كان بيدق بسرعة، وبرغم إني كنت بحاول أظهر عادي إلا إن جسمي كله كان متوتر، كأن في حاجة بتراقبنا، حاجة مش من العالم ده. حسن لحظة ملامحي وقال بقلق: مالك يا آدم، وشك مصفر كده ليه؟ بلعت ريقي وقلت بصوت مهزوز شوية: مش عارف، بس أنا سمعت صوت، حد بيقول ارجعوا، مش هتقدروا تخرجوا. علي ضحك بسخرية وضربني بكوعة: بطل أفلام الرعب اللي بتتفرج عليها يا عم، مفيش غيرنا هنا. مروان شد نفس من السيجارة اللي كان ماسكها ونفخ الدخان قدامه وقال: بصراحة المكان فعلا مرعب، بس أكيد مفيش حاجة غيرنا هنا، ممكن يكون مجرد صوت الهوا ولا حاجة. بس المشكلة إن الهوا كان ساكن تماما، كأن الغابة مش بتنفس حتى. أخدت نفس عميق وحاولت أهدي نفسي، يمكن أنا فعلا تخيلت. مشينا شوية كمان، لكن كل ما كنا بنتقدم كان الإحساس بالقلق بيزيد، كأن الغابة مش عايزة تسيبنا نخرج. وفجأة سمعنا صوت خشب بيتكسر تحت رجل حد. التفتنا بسرعة وكلنا وقفنا مكاننا. الصوت كان جاي من ورانا. علي قال بصوت واطي: حد فيكم سمع كده؟ هززنا كلنا راسنا. أيوة، كلنا سمعنا، وما كانش حد فينا اللي عمل الصوت ده. فضلنا واقفين مكاننا مستنيين نشوف لو في حاجة هتتحرك، لكن مفيش حاجة ظهرت. علي بلع ريقه وقال:
ممكن يكون حيوان ولا حاجة. بس قبل ما يكمل كلامه الصوت اتكرر، المرة دي كان أقرب، وكأن اللي بيصدره بقى ورا ظهرنا مباشرة. استدرت بسرعة وعيني دارت على الأشجار، لكن مفيش حاجة. الغابة كانت ساكنة، بس الشعور اللي كان بيزحف على جسمي أكد لي إننا مش لوحدنا. وفجأة بدون مقدمات نور الفلاش بتاع مروان طفى. مروان قلب قلق، إيه ده؟ البطارية لسه جديدة. في نفس اللحظة فلاشاتنا كلنا بدأت تتهز، النور بيضعف ويرجع تاني، كأن في حاجة بتلعب بالكهرباء. حسيت إن رجلي بتترعش وحاسة إن قلب صوت مهزوز. يا جدعان، أنا مش مرتاح، المكان ده مش طبيعي. وفجأة سمعنا الصوت اللي جامد الدم في عروقنا كلنا. ضحكة، ضحكة بعيدة، بس كانت غريبة، مش شبه ضحكة بني آدم. كانت مشوهة، كأنها خارجة من حنجرة حاجة مش بشرية. التفتنا بسرعة للمكان اللي جاي منه الصوت، وكان في حركة سريعة بين الأشجار. لحظة، لمحة سريعة بس شفتها. كان في حد واقف بين الأشجار، بس مش واضح. ملامحه ضبابية، كأنه مش ثابت في مكانه، كأنه جزء من الضلمة نفسها. عينيه اتسعت وقلبي دق بعنف، لكن قبل ما أقدر أنطق بكلمة الحاجة دي اختفت، وكأنها ما كانتش موجودة أصلا. فضلنا واقفين في مكاننا، عيوننا متسعة، وكل واحد فينا بيتنفس بصعوبة. محدش فينا كان عنده الجرأة يتكلم، وكأننا لو نطقنا الحاجة اللي شفناها هتظهر تاني، أو يمكن هي لسه موجودة بس بتستنانا نتحرك. علي ياخد نفس عميق وقال بصوت واطي، يا جدعان، حد فيكم شاف اللي أنا شفته؟ هززت راسي ببطء وأنا لسه مش مستوعب اللي حصل. حسن كان مرعوب وعينه بتدور حوالينا بسرعة، كأنه متأكد إن الحاجة دي لسه واقفة بين الأشجار. مروان اللي كان دايما أهدى واحد فينا كان واقف زي الصنم، ووشه فقد لونه تماما. قلت وأنا بحاول أسيطر على رعش صوتي، إحنا لازم نخرج من هنا دلوقتي. لكن المشكلة إننا كنا تايهين. من ساعة ما دخلنا الغابة وإحنا ماشيين في اتجاه عشوائي، وما فكرناش نحفظ طريق الرجوع. بصينا لبعض وكلنا كنا عارفين الحقيقة المرعبة، إحنا ضايعين ومش عارفين نرجع. حسن قال وهو بيتراجع خطوتين لورا، طب نرجع من نفس الطريق اللي جينا منه. علي رد عليه بسرعة، وإحنا عارفين أصلا إحنا جينا منين. الغابة كلها شبه بعض، وإحنا مش معانا بوصلة ولا حتى GPS شغال هنا. كنت هتكلم، لكن فجأة الأرض تحت رجلينا اهتزت هزة خفيفة، كأن في حاجة بتتحرك تحت التراب. حسيت برجليا بتتجمد مكاني وقلبي كان هيقف. رفعت عيني وبصيت قدامي، وهناك بين الشجر كان في حاجة بتتحرك، مش شخص، مش حتى حيوان. كانت زي ظل، كأنه دخان أسود بيتحرك على شكل إنسان، بس ملامحه مش واضحة. مروان شهق بصوت مسموع، وحسن وقع على الأرض وهو بيرجع لورا بسرعة. علي اللي كان دايما أجرأ واحد فينا كان واقف متسمر مكانه، وكأنه مش قادر يصدق اللي شايفه. الظل ده فضل يتحرك ببطء، ماشي ناحيتنا، لكنه مش بيخطو زي البشر، كأنه بينزلق على الأرض. الصوت اللي طلع منه كان أشبه بهمس، لكنه كان بيتردد في ودني بصدى غريب. لقيته. الجملة دي اتجمدت في عقلي كأنها بتتكرر جوه دماغي. كان بيتكلم، أو يمكن بيوصل كلامه لعقلنا بطريقة غير مفهومة. علي همس بصوت مهزوز، إحنا كنا بس بنستكشف. الظل وقف فجأة، وكأن الكلمة دي استفزته، وبعدها حصلت حاجة ما كناش متوقعينها. كل الأشجار حوالينا اهتزت بعنف، كأن عاصفة نزلت من السماء، بس مفيش هوا. كل الأصوات اللي كانت غايبة عن الغابة رجعت فجأة، بس مش بطريقة طبيعية. أصوات أوراق الشجر كانت كأنها همسات بشر كتير بيتكلموا في نفس الوقت، وأصوات تكسير الأغصان كانت أشبه بخطوات تقيلة جاية ناحيتنا. وفجأة النور الوحيد اللي كان حوالينا اختفى، بقينا في ظلام دامس. وآخر حاجة سمعتها قبل ما أحس بجسمي بيتسحب في الضلمة كانت الضحكة المشوهة، أقرب وأوضح وأسوأ من المرة اللي فاتت. حاولت أصرخ لكن صوتي ما طلعش، كأن الهوت نفسه هرب من صدري، وفضلت متجمد مكاني وأنا حاسس بجسمي بيتسحب جوه الضلمة. كنت عارف إني لازم أقاوم، لكن إزاي؟ إيدي كانت بتتحرك في الفراغ بتحاول تمسك أي حاجة، لكن مفيش غير العتمة، كأن الغابة نفسها بقت فجأة بلا نهاية. فجأة لمحت حاجة، نور ضعيف جدا زي شعاع شمس بيتسرب من فتحة صغيرة في سقف الغابة. اتشبت بيه بعيني كأنه طوق نجاة وسط بحر الظلام. كنت لسه بحاول أفهم أنا فين لما حسيت بحاجة باردة بتلمس إيدي. مش باردة بس، دي كانت زي جليد، حاجة نحيلة كأنها أصابع طويلة،
بتتلف حوالين معصمي. قلبي كان هينفجر. حاولت أصرخ، لكن الصوت الوحيد اللي خرج مني كان أنين ضعيف. حسيت بجسمي كله بيتشنج، وكأن القوة اللي سحبتني جوه الضلمة مش بس ماسكة فيا، دي كانت بتحاول تاخدني بالكامل. وفجأة سمعت صوت عالي بيصرخ باسمي: آدم، أنت فين؟ حاولت أصرخ عشان أرد عليه، لكن الصوت اللي طلع مني كان ضعيف، كأنه طالع من حنجرة حد بيغرق. ما كنتش شايفهم، بس كنت سامع صوت خطواتهم وهما بيجروا في اتجاهي. وفجأة نور فلاش مروان اخترق الضلمة للحظة، وكأنها انفجرت من حواليا. لقيت نفسي واقع على الأرض، قلبي بيدق بجنون وجسمي كله بيرتعش. كنت لسه بحاول استوعب ايه اللي حصل لما حسيت بإيد بتتهزني: آدم، فوق، قوم بسرعة. فتحت عيني، لقيت حسن وعلي ومروان حواليا، كلهم وشوشهم شحبة وعيونهم متسعة بالخوف. حسن كان بيحاول يشدني من الأرض، وعليا كان ماسك الفلاش بإيده المرتعشة وباصص حواليه كأنه متأكد إن الحاجة اللي سحبتني لسه موجودة. قلت بصوت متقطع: في حاجة كانت ماسكاني. علي قال بسرعة: إحنا لازم نخرج من هنا حالا. مروان كان بيبص حوالينا بخوف وقال: بس إحنا مش عارفين الطريق. حسن شدني من دراعي وقال: أي طريق، نمشي في أي اتجاه، المهم نطلع من هنا. بدأنا نتحرك بسرعة، كنا بنجري تقريبا، مش بنبص ورا ولا حتى بنحاول نفهم اللي حصل. ما كنتش عارف إحنا رايحين فين، بس أي مكان كان أحسن من البقى هنا. لكن المشكلة، كل ما كنا بنتحرك المكان كان بيتكرر. نفس الشجرة الميتة بنعدي جنبها للمرة التانية، التالتة، الرابعة، كأننا بندور في دائرة. علي وقف فجأة وقال بصوت مهزوز: استنوا، إحنا مش بنطلع، إحنا بنرجع لنفس المكان. الإشعريرة سرت في جسمي وأنا ببص حواليا. كان معاه حق، الغابة دي مش طبيعية، مش مجرد مكان مهجور، دي كانت فخ. وفجأة الصوت رجع تاني: مش هتخرجوا. المرة دي كلنا سمعناه، كلنا كنا فاهمين، إحنا محبوسين. وقفنا مكاننا مش قادرين نصدق اللي سمعناه. الصوت كان واضح، كأنه بيتكلم جوه عقلنا، مش جاي من مكان معين، كأن الغابة نفسها هي اللي بتقول لنا إن مفيش مخرج. مروان كان أول واحد يتحرك، بص في كل الاتجاهات وهو بيهز راسه بعصبية وقال: إحنا لازم نفضل هاديين، أكيد في طريقة نخرج بيها. لكن حسن، اللي كان دايما أهدى واحد فينا، كان واقف ثابت، عينه متسعة، وصوته كان بيترعش وهو بيقول: لا، أنا شفت حاجة، شفتها وهي بتتحرك بين الشجر. التفتنا كلنا بسرعة للاتجاه اللي كان باصص عليه. الضلمة كانت تقيلة، وكأن النور الوحيد اللي حوالينا هو بتاع الفلاشات بتاعتنا. لكن في وسط العتمة كان في حاجة بتتحرك، مش مجرد حركة عادية، كانت أشبه بشخص واقف بعيد بيراقبنا، بس مش ثابت، كأنه ضباب بيتحرك في شكل إنسان. قلبي كان هيخرج من صدري. علي شد نفس عميق وقال بصوت واطي: إحنا لازم نجري. بس قبل ما أي حد فينا يتحرك، الكائن ده بدأ يتحرك أسرع ومباشرة ناحيتنا. أجرعوه، كان آخر صوت سمعته قبل ما رجليا تتحرك لوحدها. جرينا وجرينا وجرينا، لكن المشكلة إننا كنا بنجري فين؟ مفيش طريق واضح، مفيش اتجاه معروف، كنا بنتحرك بس عشان نبعد عن الشيء اللي كان ورا ظهرنا. لكن المشكلة، كل ما كنا بنجري كأن المكان مش بيخلص. الأشجار هي، الضلمة هي، كل حاجة حوالينا كأنها مش بتتغير. وبعدين حصلت المصيبة. مروان فجأة صرخ بصوت مفزع، وقع على الأرض وإيده كانت بتتشابت في التراب. لما بصينا عليه لقيناه بيتسحب. كان في حاجة ماسكاه، حاجة سودة، كأنها ظلال طالعة من الأرض بتتلف حوالين رجله وبتجذبه لجوه العتمة. صرخنا كلنا وجرينا ناحيته. مسكت إيده بكل قوتي وبدأت أشده، وعلي ماسك دراعه التاني، وحسن كان بيشد رجله. كنا بنحاول ننقذه، لكن الحاجة دي كانت أقوى مننا. مروان كان بيصرخ: اسحبوني، متسابونيش. لكن الحاجة دي سحبته أكتر، جسمه بدأ ينزلق جوه الأرض وكأنها بتبتلعه. حسن صرخ وهو بيشد بكل قوته: مش هسيبك، امسك فيها كويس. بس الحاجة دي كانت أسرع، وفجأة في جزء من الثانية مروان اتسحب بالكامل، اتلاشى جوه الضلمة واختفى صوته. الصدمة جمدتنا مكاننا، كأن عقلنا مش قادر يستوعب اللي حصل. كنا لسه شايفينه، ماسكين فيه، ازاي اختفى كده؟ قعدنا نلهس، وعيني كانت لسه ثابتة على المكان اللي كان فيه مروان من لحظات، بس مفيش أثر ليه. الغابة كانت هادية، كأنها ابتلعته ومفيش حاجة حصلت. وفجأة سمعنا صوته، لكن مش صراخه، ضحكته، ضحكة مش طبيعية،
مش ضحكة بني آدم، ضحكة مشوهة جاية من وسط العتمة. التفتنا بسرعة ودقات قلوبنا كانت هتوقف، لأننا شفناه واقف بين الأشجار. بس مروان اللي شفناه ما كانش مروان. وقفنا متسمرين مش قادرين نصدق اللي شايفينه. مروان كان واقف هناك بين الأشجار، بس ما كانش هو، أو على الأقل ما كانش نفس الشخص اللي كنا نعرفه. ملامحه كانت زي ما هي، لكنه كان واقف بطريقة غريبة. ظهره مفروض بشكل غير طبيعي، وراسه مائلة شوية كأنه مش متحكم في جسمه بالكامل. والأسوأ، ضحكته كانت ضحكة مشوهة متقطعة كأنها خارجة من حنجرة مش بتشتغل صح. حسن أخد خطوة لورا وقال بصوت مهزوز: مروان. مروان سكت فجأة، ما اتحركش، فضل واقف مكانه، بس ضحكته كانت لسه على وشه. علي قال بصوت منخفض: إيه اللي حصل لك؟ وفجأة اتحرك، مش بخطوات عادية، لأ، اتحرك كأنه بينزلق على الأرض بسرعة مرعبة. صرخنا كلنا ورجعنا لورا، لكن مروان وقف على بعد خطوة واحدة بس مننا. كان قريب جدا، أقرب مما المفروض يكون. عينه كانت سودة بالكامل، ما كانش فيه بياض في عينه. مديته، بشرتي أشعرت، وحسيت بجسمي بيتجمد لما نطق أخيرا بصوت مش صوته: ليه خايفين؟ أنا معاكم. الكلمات دي طلعت منه كأنها ممزوجة بأكتر من صوت، كأن في حد تاني بيتكلم معاه. أنا كنت عايز أرد، كنت عايز أقول له إننا مش هنسيبه، لكن لساني ما كانش بيتحرك. علي قال وهو بيرتجف: أنت مش مروان. ضحك، المرة دي ضحكة أعمق، أنقى، لكنها كانت أبرد من أي حاجة سمعتها في حياتي. أنا مروان، بس مش زي ما كنتوا فاكرين. قلبي كان بيدق بسرعة جنونية، وعقلي كان بيصرخ إني أجري، إننا نهرب، بس جسمي كان متجمد مكانه. وفجأة حسن شد دراعي وصرخ: كرياية. اتحركنا، وأخيرا قدرنا نكسر التجميد اللي كان ماسكنا. جرينا بكل اللي فينا، بندوس على الأرض بأقصى سرعة، وورا ظهرنا كنا سامعين خطواته. مش خطوات عادية، كانت سريعة جدا، أسرع من أي حد ممكن يجري. كان بيلحقنا، كان بيلعب بين الأشجار، بينط من مكان لمكان بسرعة غير طبيعية، كأنه مش بيتحرك على رجليه، كأنه بينزلق في الهوا. علي صرخ: مفيش مخرج، احنا ضايعين. لكن حسن رد بسرعة: هنفضل نجري، لو وقفنا هنموت. استمرينا في الجري، والعرق بيغرق وشنا والأنفاس بتتقطع، لكن مفيش وقت نتوقف. وفجأة الأرض تحتنا اتغيرت، كانت طرية، كأننا بنتدوس على طين. وبعدين بدأنا نغرق، الأرض كانت بتبلعنا، رجلينا كانت بتغوص أكتر وأكتر زي الرمال المتحركة، وكل ما حاولنا نتحرك كل ما كنا بننزل أكتر. وعلى بعد خطوات مننا مروان كان واقف بيتفرج علينا، وكان بيضحك. ضحكته المرعبة كانت آخر حاجة سمعناها قبل ما العتمة تبتلعنا بالكامل. كل حاجة سودت، مش شايف، مش سامع، مش حاسس بجسمي، كأني طاير في الفراغ. بس بعدها بدأت أسمع حاجة، أنفاسي كانت سريعة ومتقطعة، كأن حد كان بيحاول يخرجني من تحت الماية وأنا بلهس عشان آخد نفس. وبعدين حسيت برجالية كانت على أرض صلبة. فتحت عيني، لقيت نفسي واقف في نص مكان غريب، مش الغابة اللي كنا فيها، كان مكان شكله غريب، كأن الأشجار بقت أطول من العادي، كأنها بتمتد للسماء من غير نهاية. بصيت حواليا، حسن كان جنبي، وعليا كان على بعد خطوتين، واقف مكانه وعينه واسعة من الرعب. احنا فين؟ حسن كان بيتلفت حوله وقال بصوته متحشرج: أنا مش عارف، بس أكيد دي مش الغابة اللي كنا فيها. علي رفع إيده وأشار لقدامنا، وبصوت مهزوز قال: بصوا هناك. التفتنا بسرعة وشفناه، مروان، أو الحاجة اللي بقت مروان، واقف بعيد، بس المرة دي ما كانش لوحده، كان في حواليه ناس، مش متأكد إذا كانوا ناس ولا مجرد أشكال بشرية. كانوا واقفين ورا بعض كأنهم جنود في صفوف طويلة، لكن وشوشهم ما كانش لها ملامح، مجرد سواد، ظلال متحركة بدون تفاصيل. مروان رفع إيده وأشار علينا، وصوته جالنا واضح رغم إن المسافة بينه وبينه كانت كبيرة. جه وقت الاختيار. حسن قال بصوت عالي: اختيار إيه؟ أنت عايز إيه مننا؟ مروان ابتسم، بس الابتسامة دي ما كانتش بشرية، وقال بهدوء: عايز واحد منكم والباقي يمشي. الكلام واقع علينا زي الصاعقة، يعني لازم نسيب حد مننا؟ إزاي؟ علي هز راسه بعصبية وقال: لا، مستحيل، مش هنسيب حد. لكن مروان فضل مبتسم وقال: انتوا اللي هتقرروا، بس بسرعة، لأنكم لو ما قررتوش كلكم هتفضلوا هنا للأبد. الأشكال اللي وراه بدأت تتحرك ببطء لكن بثبات،
كأنهم بيجهزوا للهجوم. العرق كان بيتصبب مني وعيني بتتنقل بين حسن وعلي. مين اللي لازم نسيبه؟ مين اللي هيضحي؟ ودماغي كلها كان فيها سؤال واحد: هل في أصلا طريقة نقدر نهرب بيها؟ قلبي كان بيدق بسرعة جنونية وعقلي كان بيرفض يصدق اللي بيحصل. إزاي مروان، أو الشيء اللي بقى مروان، يطلب مننا نختار واحد مننا يتبقى هنا للأبد؟ بصيت لحسن ثم لعلي وعرفت من نظرتهم إنهم بيفكروا في نفس الحاجة. محدش فينا هيقبل يضحي بالتاني. حسن شد نفس عميق وقال بصوت ثابت رغم الارتجاف اللي فيه: إحنا مش هنسيب حد، فاهم؟ لو هنموت هنموت سوا. علي شد دراعي وقال بسرعة: لازم نلاقي مخرج، مستحيل يكون ده الحل الوحيد. لكن مروان كان لسه مبتسم، وورا ظهره الظلال المتحركة بدأت تقترب أكتر. حسيت بحاجة غريبة في جيبي، لمستها بسرعة واكتشفت إنها الولاعة بتاعتي. وفجأة تذكرت حاجة: دايما النار بتبعد الكائنات المظلمة دي. بسرعة طلعت الولاعة وشغلتها. مجرد شعلة صغيرة لكنها فجرت رد فعل غريب. مروان، أو الكائن اللي لابس جسم مروان، تراجع خطوة وابتسامته اختفت للحظة. الظلال اللي وراه بدأت تهتز كأنها بتتراجع هي كمان. بسرعة حسن فهم اللي بحاول أعمله وبدأ يكسر غصن شجرة جاف. علي خد الغصن وولع فيه باستخدام الولاعة فاشتعل بسرعة مخيفة. النار أضاءت المكان للحظة، ووقتها شفنا الحقيقة. الأشكال السوداء دي ما كنتش بشر، كانت مجرد ظلال بدون أجساد، كأنها مجرد انعكاسات لأرواح ضائعة في المكان ده. ومروان وجهه بدأ يتغير، اتشوه كأنه بيتلاشى، صرخ بصوت مرعب كأنه صوت مئات الأشخاص بيتكلموا مع بعض: مش هتهربوا لكننا ما اهتمناش. بدأنا نجري وعلي كان ماسك الغصن المشتعل بيرفعه قدامنا كأنه درع بيحمينا من الظلال اللي كانت بتحاول تمنعنا. الغابة كانت بتتغير، الأشجار بتتحرك، الأرض كانت بتترج، بس احنا كنا بنجري وراهنين حياتنا على إننا هنلاقي مخرج. وفجأة شاف حسن حاجة قدامنا، نور، ضوء خافت لكنه كان هناك بين الأشجار. اتجهنا نحوه بأقصى سرعة، وقبل ما ندخل فيه سمعت آخر صرخة من الكائن اللي كان مروان، صرخة مليانة غضب وخوف. وفجأة كل حاجة اختفت. صحيت على صوت العصافير، فتحت عيني لقيت نفسي ممدد على الأرض في وسط غابة، لكن مش الغابة المرعبة اللي كنا فيها. الشمس كانت طالعة والهواء كان نظيف وكل حاجة كانت طبيعية. بصيت حواليا، حسن كان نايم على جنبي وعلي كان قريب مني لسه بيحاول يفوق. احنا خرجنا؟ علي قال وهو بيحاول يستوعب: اعتقد كده. بس حسن قطع كلامه وهو بيبص حواليه برعب: مروان، فين مروان؟ التفتنا بسرعة ودورنا حوالينا لكن مروان ما كانش موجود، اختفى تماما. فضلنا نسأل ونصرخ باسمه لكن مفيش أي رد، وكأن المكان اللي كنا فيه سحبه بالكامل. بعد لحظات من الصمت علي قال بصوت متحشرج: لازم نمشي من هنا قبل ما يرجع لنا. وأنا رغم إن جسمي كان مرهق وعقلي مشوش كنت عارف إن علي عنده حق. وقفنا وتحركنا بسرعة بعيد عن المكان ده، لكن قبل ما نمشي تماما التفتت لورا، وفي لحظة خاطفة شفت ظل واقف بين الأشجار بيبص علينا. مشيت أسرع وأنا بتمتم بصوت واطي: سامحني يا مروان. ولحد النهاردة مش عارف إذا كنا هربنا فعلا ولا مجرد خدعة تانية من الغابة اللي محدش بيخرج منها.